ذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بيعة العقبة الأولى. قال فلما كان العام المقبل، وهذا العام هو العام 11 من مبعثه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العام 11 من مبعثه عليه الصلاة والسلام، أي قبل الهجرة ب3 سنوات. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. الستة الأول خلى جابر بن عبد الله ابن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، عوف بن الحارث بن رفاعة، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة. أقام ذكوان في مكة حتى هاجر إلى المدينة، ولهذا يقال إنه مهاجري أنصاري، لأنه أقام في مكة إلى أن جاء وقت الهجرة وهاجر مع من هاجر، فلهذا الاعتبار يقال له مهاجري. وباعتبار أنه من أهل المدينة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة والمؤازرة يقال له أنصاري. وعبادة ابن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج. الواقع أن العدد المذكور 9، فسقط العاشر، والعاشر هو العباس بن عبادة بن نضلة، كما في البداية والنهاية لابن كثير، وكما في مصادر السيرة الأخرى. قال واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم ابن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. لاحظ الآن بدأ الالتحام والوئام بين الخزرج والأوس، والائتلاف واجتماع القلوب على دين الله سبحانه وتعالى، وبدأت تلك العداوات تذوب حتى أذهبها الله سبحانه وتعالى تماما، فاجتمعت قلوبهم على دين الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا متقاتلين متناحرين، بينهم عداوة وبينهم حرب وبينهم مقتلة شديدة، لكن كل هذه طفأت وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. فهذه بدايات 10 من الخزرج و2 من الأوس، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينك ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فهي بيعة على عدم الشرك، عدم الفواحش والمحرمات، مبايعة على ذلك. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد، وإنما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والائتمار والبعد عن الشرك والبعد عن الفواحش والآثام. قال فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل أي مصعب وعمر على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم في الصلاة، وقد جمع بهم يوما ب40 نفسا. جمع بهم أي صلى بهم صلاة الجمعة يوما ب40 نفسا. قال فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم
بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل، لأن أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ كل منهما كان سيدا في قومه وله مكانه، فلما أسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء. قال إلا الأصير وهو عمرو بن ثابت وابن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ. وأحد هو الجبل الذي يقع شمال المدينة، وقعت عنده المعركة المشهورة بين المسلمين وكفار قريش، فهو في ذلك اليوم أسلم في مجيء كفار قريش إلى المدينة وحصول تلك الوقعة، فأسلم ودخل المعركة. قال فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمل قليلا وأجر كثيرا، لأن حظا من الإسلام هي لحظة يسيرة جدا في آخر حياته، أعلن الإسلام ودخل في الدين ودخل المعركة وقتل، فحظه من الإسلام الشهادتين، دخول في الإسلام ودخول المعركة، ولم يتهيأ له أن يسجد لله سجدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. نظير هذه القصة قصة أيضا رجل آخر ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عند قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر خبرا جود إسناده عن ابن عباس أن رجلا قدم على بعيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل على البعير والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على قدميه، فجاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الإسلام، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. والرجل كان على البعير راكب، فقال أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان فمال وسقط، سقط على عنقه ومات من حينه. يعني ليس له في الإسلام إلا أقررت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تروا من عمل قليلا وأجر كثيرا، مثل هذه الكلمة عمل قليلا وأجر كثيرا، فهذا منهم. وجاء في بعض الروايات أنه قال إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. فمات على الإسلام وليس له حظ من الإسلام إلا أقررت. والعبرة بالخواتيم. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه للحديث رقم 2653 من صحيح البخاري ذكر رحمه الله أن هذا اللفظ عمل قليلا وأجر كثيرا ورد في قصة رجل آخر من بني النبيت قبيل من الأنصار. وأما قصة
الأصيرم فرواها ابن إسحاق من حديث أبي هريرة أنه كان يقول أي أبو هريرة: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة، ثم يقول رضي الله عنه: هو عمرو بن ثابت أي الأصيرم. وروى ابن إسحاق قصته يوم أحد عن محمد بن لبيد، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أي الأصيرم من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. فهذا تنبيه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، منبها إلى أن هذا اللفظ عمل قليلا وأجر كثيرا لما يرد في قصة الأصيرم، وإنما في قصة رجل آخر.